تعرف ان في تحديثين نزلوا عندك على جوجل جيميناي، هم بقالهم فتره مش طويله، يعني نقول اسبوع مثلا، بس انا اتاخرت ان انا اتكلم عنهم. حلوين قوي يعني لاي حد حابب ان هو يبسط المعلومه ويتعلم، والاجمل من كده ان هي بشكل مجاني. طيب عشان ما اطولش عليكم خلينا نروح للموضوع، بس لو انت اول مره تشوف قناه اشترك في القناه، فعل الجرس والحاجات الحلوه دي. نروح بقى يا سيدي للشرح. لو انت رحت هنا عندك على جوجل جيميناي اللي انت عارفه كل حاجه، وجيت هنا عندك على الادوات، هتلاقي هنا في حاجه او في خيارين ظهروا جداد. اول خيار وهو التعلم الموجه. ايه فكره التعلم الموجه ده؟ باختصار شديد ده لو انت حابب ان انت تتعلم شيء وتبسط المعلومه. يعني افتراضا مثلا هقول له يا سيدي ما هو اقرب كوكب لكوكب الارض. هنا دلوقتي مثلا في التعلم الموجه هيبتدي ان هو يجيب لك المعلومه بشكل مبسط، زي بالظبط كانك في مدرسه. اهو اهلا بك، دعنا نكتشف هذا الموضوع المثير معا. سأطرح اسئله ارشاديه على طول الطريق. اقرب كوكب الى كوكب الارض هو الزهره. يعد كوكب الزهره الاقرب الينا يعني عندما يكون في اقرب نقطه له على مدار الاقتران الادنى، حيث تقترب المسافه بيننا حوالي 40 مليون كيلومتر وخلافه. لو احنا جينا اخذنا نفس الوصف او نفس الشيء اللي انا كتبته دلوقتي، وجيت مثلا كتبته هنا اهو عادي من غير ما اعمل اللي هو يعني التعلم الموجه، هيديك اجابه على طول بشكل مباشر وسطحيا. فهنا الحلو فيه ان هو بيعلمك ويجيب لك امثله، وتقدر ان انت تساله في الامثله دي. فبالفعل ده بيساعدك في ان انت تتعلم، وبشكل خاص لو انت عندك طفل حابب ان هو يتعلم، الموضوع بالفعل هيكون حلو جدا ليه. وانا عن نفسي في بعض الاحيان لو في معلومه معقده حابب ابسطها على نفسي، بستخدمه بدل ما اروح مثلا عندي على اللي هو LM الخاص بجوجل اللي هو بيعمل ملخص صوتي. لا ده احسن واسرع. الحاجه التانية بقى يا سيدي وهي التصميم المرئي. مثلا افتراضا نفس الشيء اللي انا كتبته، ما هو اقرب كوكب لكوكب الارض، التصميم المرئي ده هيعمل لك تصميم مرئي كلوحه او كشبه موقع او حاجه شبه كده، ان هو هتقدر ان انت يعني تتنقل ما بينهم بسهوله. هوريك دلوقتي، خلينا ننتظر لحد ما يخلص. زي ما انت شايف اللي هو عمل لك زي كتيب او مثلا زي موقع، زي حاجه شبه ويكيبيديا. فاهم قصدي؟ اهو اقرب كوكب الى كوكب الارض الزهره، والاجابه الاخرى هي عطارد. عندك هنا لماذا الاجابه ليست كوكب واحد. هيبتدي بقى ان هو يعملها لك بص كهيئه ايه، كهيئه مثلا افتراضا شبه موقع تمام، خصائص كوكب عطارد مثلا. يبتدي ان هو يصمم لك حاجه اخرى. طيب انا مثلا افتراضا دلوقتي انا حابب اشارك اللي انا عملته ده دلوقتي. طبعا انا ممكن اقدر اديله وصف مفصل عشان اخلي ان مثلا يكون الموضوع شامل، او مثلا الموقع او الشيء اللي انا عملته شامل. بس دلوقتي انا مثلا حابب ان انا اشارك اللي انا عملته. اجي هنا مشاركه، هيبتدي ان هو يهيئ الصفحه على اساس ان هو يشاركها. بص ثانيه واحده، بص دلوقتي عامل ازاي كوكب عطارد الاصغر والاسرع. طبعا اقدر اكبر الصوره من هنا اهو زي ما انت شايف، واقدر طبعا هنا بيديني امثله. وحاجه الصراحه اخر عظمه حقيقي في التعلم، يعني الاتنين دول مميزين جدا في التعلم. اقدر انا اعمل مشاركه دلوقتي، هيقول لي انشاء رابط تم النسخ. لو انا رحت افتراضا هنا عندي على اللي هي الصفحه او يعني افتح عندي اللي هو افتراضا كصفحه وهميه، بص دلوقتي هيعملها لي ازاي بالظبط كانها شبه ويكيبيديا. هتفيدك جدا لو انت حابب ان انت تتعلم، او مثلا حابب ان انت تجمع المعلومات بتاعتك بشكل منظم، وتقدر ان انت تشاركها مع الناس. وكمان تقدر تحطها عندك على الموقع. فهي الصراحه عجباني قوي قوي قوي. يعني ممكن انت ما تفيدكش بس اكيد هتفيد غيرك. فهي الصراحه من يعني حاسس انها من احسن الحاجات اللي جوجل عملتها في الفتره الاخيره، كون يعني للناس اللي بتحب انها تتعلم. وده اللي انا شايفه الصراحه. ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وهو كان فيديو سريع كده. اشوفكم على خير باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.